الذهب لا يمكن أن يدر الدخل. الاقتصاد هو مرآة الشعوب. أن الاقتصاد والفن وجهان لعملة واحدة. العقار هو الابن البار. في بعض تجار السيارات بيبالغوا في الأوفر برايس. مخرج شايف ماجد رخم. أهلا بيكم في بودكاست جديد الحكاية أحلى، وحكايتنا النهاردة أحلى إن شاء الله هتكون أفيد كمان مع الفنان الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير الاستثماري أو خبير الاستثمار زي ما بيتقال عليه دايما. أهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا ومنورنا، وعندنا النهاردة أسئلة كتيرة ومحاور كتيرة. بس بداية يعني سؤال ممكن يتبادر لأي حد ممكن بيشوفنا دلوقتي: إيه علاقة الفن بالاقتصاد، خاصة ان الاتنين يبدو ان هم بعيد عن بعض؟ الاقتصاد ده ممكن ناس كلمة الاقتصاد نفسها الناس بتشوفها حاجة يعني صعبة وممكن مش اي حد يفهمها، ويمكن النهاردة هنتكلم في مفاهيم كتيرة قوي ازاي تكون مبسطة للناس. بس ايه العلاقة، وحضرتك دخلت الفن من امتى، وهل حضرتك كنت اصلا يعني الكارير بتاعك في الاقتصاد ولا كان العكس؟ أولا اسمحي لي أشكر حضرتك على الاستضافة، ويعني أهني حضرتك على البرنامج، ويا رب ربنا يكرمك يا بالتوفيق يا دكتور. رب إن شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. دكتورة وفاء حضرتك من الشخصيات اللي لها قبول لدى ربنا يبارك المشاهد في فيك يا دكتور. الشاشة، وبتشرف بوجودي مع حضرتك النهاردة. ده احنا متشرفين جدا ومبسوطين جدا بصراحة كلنا. ربنا يسعدكم جميعا. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، حضرتك طيب وبخير. ومصر والشعب العربي كله بخير. أنا اسمي ماجد عبد العظيم، بشتغل أستاذ اقتصاد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم في 6 أكتوبر. موضوع علاقة الاقتصاد بالفن. طب نقول الاقتصاد إيه الأول؟ ايوه. الاقتصاد ده علم اجتماعي، يعني بيدرس حياتنا. الاقتصاد عامل زي الملح في كل أكلة. صحيح. ده حتى الحلويات بعضها بيحطوا فيها ملح. صحيح. الاقتصاد علم بيدرس ازاي بيسعى الانسان لاشباع حاجاته المتعدده من خلال موارده المحدوده. دائما نعم. عندنا unlimited needs وقدامها limited resources. نعم. حاجات كتيره جدا جدا وموارد محدوده. صحيح. وبالتالي علم الاقتصاد ده هو علم الحياه. علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعيه الظريفه. لو المرسل اللي هو اللي بيدي المعلومه عنده حاجتين، عنده الناحيه العلميه وعنده طريقة توصيل المعلومة. نعم. اللي هي دايما كنا بنعاني منها واحنا صغيرين في بعض المدرسين: مدرس بحب حصته، مدرس ما بحبش حصته. ايوه اكيد. مدرس بفهم منه، مدرس ما بفهمش. أيوة. دكتور في الجامعة يدخل اخرج من الباب دكتور، اقعد استنى المحاضرة بتاعته. نعم. هو الفرق ان هنا العلم موجود، ولكن القدرة على توصيل المعلومة هي اللي احيانا وانا اسمع طبعا حضرتك ما شاء الله الطلبة بتوعك بيحبوك جدا يعني، وبيحتفوا بيك جدا، وتقريبا كلهم عايزين يعملوا مشروعات التخرج معاك. عايز اقول لحضرتك حاجة: ان المشاعر اللي من القلب بتصل الى القلب، نعم. والكلام اللي من اللسان بيخرج من الآذان. وبالتالي أنا بحبهم، فهم بيبدلوني الحب. وكمان لو هم بيفهموا يبقى كمان ده حاجة إيجابية أكتر، يعني بيفهموا يمكن المخاطر. برضه عشان حضرتك فنان، فمشاعر الفنان بتبقى يعني مختلفة شوية. مش دايما، هي برضو فيها مقومات شخصية. نعم. بمعنى إن إحنا 4 إخوات، بيننا فروق فردية. صحيح. في اللي تلاقيه طيب شوية، في اللي تلاقيه شرير، في اللي تلاقيه كريم، في اللي تلاقيه حريص على الفلوس. صحيح. وبالتالي لا، بتختلف. ولكن طبعا الفن بيخلي الإنسان، بيصقل شخصية الإنسان. نعم. كل العلوم اللي بيتعلمها الإنسان بتضيف لشخصيته. كل المحاضرات اللي بيقعد يسمعها، كل الاستفادة اللي ما تزيد كل ما تثقل شخصية الإنسان. نعم. لأن التعليم، حتى التعليم، بما أن أنا بعمل أستاذ جامعي، التعليم بيثقله التدريب. تعليم من غير تدريب بيطلع المنتج مش مكتمل. نعم. نرجع لسؤال حضرتك الخاص: إيه علاقة الاقتصاد بالفن؟ هذا اقتصاد ويعني وخبير يعني في الاستثمار كمان، يعني حاجة يبدو أنها ثقيلة. أقول لحضرتك، نعم. يقال أن الاقتصاد والفن وجهان لعملة واحدة. نعم. زي ما بيقولوا الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. نعم. طب إيه علاقة الفن بالاقتصاد؟ الفن ممكن يكون أحد الموارد الأساسية للدخل القومي. صحيح. شفنا اقتصاديات دول الفن بيمثل فيها، الأعمال الفنية بتمثل فيها أحد الموارد الهامة. السينما الهندية، السينما الأمريكية، التركية دلوقتي.
قبل كده زمان حقيقي كانت الدراما المصرية، السينما والمسلسلات يمكن دلوقتي حصل. الدراما برضو اللبنانية وكل دول دخلوا، أعتقد إنها بس دخل في قومي كبير. درامات كانت برضو مم. قوية منافسة لينا زي الدراما السورية. وما بس طبعا زالت مع الأحداث اللي بتحصل لا، في دول بتبقى الإنتاج الفني بتاعها بيقل. بيبقى ضعيف شوية. مصر حباها الله بميزة إن اللغة بتاعتها حلوة، نعم فتلاقي حتى الإخوة العرب كلهم بيرددوا صحيح. الجمل اللي في الأفلام والإفيهات مم. بنفس طريقة أداء الممثلين أو النجوم نعم ليها. نعم وبالتالي هنا علاقة الاقتصاد والفن مترابطة، بمعنى أن الفن هو أحد أدوات القوى الناعمة اللي مم. بتؤثر في ثقافة الشعوب. الفن يعتبر أحد أدوات القوى الناعمة اللي بتنقل حضارات وثقافات الشعوب. مم. وبالتالي هنا الاقتصاد مع الفن الاتنين بيتكاملوا. الفن زي ما قلت ممكن يكون أحد موارد الدخل اللي ممكن تكون قوية لو الأعمال ضخمة. مم. وكمان الاقتصاد بيستفيد من الفن في أنه بينقل مثلا السياحة. صحيح. الفن لما يروج للسياحة، يعني مثلا فيلم الكرنك على سبيل المثال مم. بيروج للسياحة المصرية، المعالم السياحية. احنا دولة صحيح. عندنا تلت آثار العالم والله يا في ريت مدينة يا واحدة. ريت يا دكتور، بما انك بقى يعني خبير في الاستثمار، يعني يا ريت فعلا يكون عندنا اعمال هي تقريبا ممكن يتعمل لها دراما على السياحه. طبعا، لأن في دول بتركز على ده. احنا مم. كنا في وقت من الأوقات فعلا بيحصل، يمكن حصل تراجع في ان ما بقتش الأعمال الدراما والسينما بتنقل صورة ذهنية للمشاهد عن قد ايه مصر فيها آثار، قد ايه مصر فيها حضارة، قد ايه الشعب المصري ده شعب طيب وودود. لأن برضو لما بنقل صورة سيئة سواء من عشوائيات بالظبط أو بنقل صورة سيئة من بالظبط. سلوكيات، أنا بجيب نتيجة عكسية على صحيح جدا الاقتصاد. جدا. وبالتالي الفن دوره إن هو ينقل ثقافات المجتمع. ينقل، يعني أضرب لحضرتك مثال، مثلا الدراما التركية، الناس منبهرة دلوقتي بالدراما مم. التركية، مم. مسلسلات بيتابعوها بشكل كبير جدا، مم. بيجيب لك أجمل مناظر طبيعية. وكأنهم كلهم أثرياء، شفتي؟ وكأن كلهم بالظبط. عايشين في قصور. وبدأت الدراما اللبنانية يعني تحذو هذا الحذو. طبعا احنا للأسف بنعمل العكس. طبعا. يعني بيجيب لحضرتك احلى مناظر، بيجيب لحضرتك ان الاخلاقيات والسلوكيات والشهامه والجدعنه. بيجيب لحضرتك كمان نقطه مهمه جدا، المعالم السياحيه اللي بيروج لها صحيح علشان يجذب مزيد من السياحه. طب ما السياحه دي اقتصاد، يبقى الفن ليه دور هام فين؟ في الاقتصاد. صحيح. وكمان يعني زي ما احنا بنقول ان الاقتصاد هو مرآة الشعوب. يعني لو انا بتكلم عن اقتصاد قوي، يبقى انا عارفه ان الدوله دي قويه، وان في رفاهيه لدخل الفرد، وان في معدل نمو، وان في تراجع في التضخم ايضا اعتقد ان مفروض ان الفن يكون مرآة مفروض، لكن هو ممكن ما بيحصلش كده بالظبط. وبعدين حضرتك ليه دايما برضو، يعني سؤالي التاني، ليه دايما بيصنفوك في الادوار الشريره؟ انا شايفاك ما شاء الله يعني دمس الخلق، ويعني وحد جميل جدا. بص حضرتك، هي مم. الموضوع ده فيه شقين. الشق نعم. الاول هو رؤيه مخرج. مم. رؤيه مخرج. ان انت نجحت في دور شرير فماجد عمل دور الشر، هاتوا بقى ماجد في ادوار الشر كلها. عمل دور رجل اعمال، هاتوه في رجل اعمال. الشق الثاني هي مقومات الشخصيه، نعم. الشكل. يعني مثلا الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه اختارني في فيلم هي فوضى في شخصيه وفيلم رجل كان الاعمال. رائع. فكانت جمله لطيفه جدا قالها، قال لهم الراجل ده يعنيني انا، يعني شكله كده ليه هيبه، ايوه فخم كده، ايوه هاتوه عشان يعمل دور ايوه مرشح الحزب الوطني في الفيلم. ايوه. فهنا بتبقى شقين، شق المقومات الجسدية، شكل الممثل، وفي مم. نفس الوقت رؤية المخرج. وساعات لما ممثل بينجح في شخصية بتلاقيها بيكررها كذا مرات، ووقع فيها بعض النجوم الكبار بدون ذكر أسماء، صحيح، وده صحيح. وكرر الشخصية كتير جدا 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 لدرجة ان خلاص الشخصية اتحرقت. مم. ولذلك دايما التجديد في الشخصية، الممثل الشامل اللي هو يعمل كذا شخصية. يعني أنا ممكن أعمل كوميدي بس مم. المخرج شايفني، لا هو المخرج شايف ماجد رخم فخلاص يبقى ماجد. على حسب رؤية المخرج. طبعا ايوه شايفه راجل جد، شايفه رجل أعمال، شايفه ضابط شرطة، رئيس مباحث، قاضي. الأدوار دي أنا عملتها كتير جدا. ايوه انا عارفة أنا حقيقة كلها فعلا. اشتركت في 120 عمل، ما ما شاء بين الله. مسلسل، ما بين فيلم، ما بين إعلان، حتى في إعلانات برضو أنا عملتها. مم. لكن
بينطبق الشخصية اللي أنا عملتها عليه، ينطبق عليها كلام حضرتك بالظبط، إن تكرار الدور في الشر. بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، نعم. أكتر حاجة بتعلم مع المشاهدين حاجتين: ادوار الشر الشر، سسبنس. والكوميديا. ايوه، هم دول. والكوميديا ايوه. دول أكتر شخصيات بتعلم مع الجمهور أو المشاهد. الشر خاصة لو كان في تعاطف، يعني أنا دور الشر اللي عملته في جاءنا البيان التالي ده كان في تعاطف مع بطل العمل ايوه، الفنان محمد هنيدي، محمد يعني هنيدي. شخصية ايوه، محبوبة جدا لدى صحيح. المشاهد، ونجم وكوميديان كبير، وواحد عمال يعذبه يحلبه ويبسطره وينفخه ويعلقه طبعا. ايوه. لدرجة طلابي، يعني الفيلم ده من 24 سنة، نعم. سنة 2000، احنا في 2025. نعم. طلابي لما يعني اللي عارفيني بقى في الجامعة يقول لك والله يا دكتور واحنا صغيرين كنا بنكره حضرتك جدا، ايوه، صح. ولكن لاني بعذب نجم هو بيحبه، ايوه، ولكن لما كبر لا، يعني تحولت العلاقه وده الفهمي بقى. دليل على نجاح الدور، فبالتالي احنا بنتعاطف بشكل من غير بننسى ان ده يعني دي مجرد انت بتجسد شخصية يعني. طبعا ده فده سعادتي. نجاح كبير يعني، ربنا يوفقك يا الله رب. يخليك. وعايزين نشوفك قريب بقى ان شاء الله في دور بقى كده تكون في خبير اقتصادي، بتعمل فيه حاجات توعوية ان شاء الله، يعني ان اتمنى شاء ده الله ان ان شاء شاء الله. الله يسعدني، طبعا طبعا، لان برضو نقل العلم ده في حد ذاته حاجه صحيح. جميله، يعتبر زكاه ومحتاجين ان علم. الفن والله يعني طبعا يعني طبعا. يتبنى هذه الادوار، آه وده على فكره زي ما حضرتك قلت دي هي القوه الناعمه. ده فعلا ليه تاثير كبير جدا. زي ما بيتقدم ادوار بلطجه وبقت الناس تقلد الادوار دي بشكل او باخر في المناطق الشعبيه، او ان انا اطلع اسوأ ما في المجتمع فيبان ان المجتمع المصري هو بهذه الشاكله. فاتمنى ان يكون في يعني الفتره الجايه يكون في فكر تاني، ويكون في عندهم رؤية وفيجن للدنيا بالذات، ازاي ان هو يستخدم الفن فعلا في يعني تطوير يعني ونمو المجتمع. انا حاجه ضد، اسمحي لي بس اعقب على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه، انا ضد ان الفن يبقى وسيله لنقل اسوأ ما في المجتمع. طبعا طبعا. صوابعنا مش زي بعضها صحيح. بالظبط، صحيح. وبالتالي ما ينفعش ان انا اطلع اسوأ مناظر طبيعية، يعني مناظر شوارع وكده، اطلع المرأة او الفتاة المصرية في اسوأ صورة، اسيء الى رجال الدين سواء كانوا مسلمين او صحيح. مسيحيين. صحيح. التقليل من هيبة رجل الدين لدى خاصة الشباب والاطفال انا بعتبر ده جريمة. نعم. ليه؟ لأن رجل الدين رمز لا يجوز أن أنا أقلل منه. كذلك حتى معلم الجامعة أو الأستاذ، احترام هذه القامات بيخلينا وإحنا صغيرين كنا بنقدرهم ونجلهم صحيح. كتير. صحيح. وجود القدوة الحسنة، لأن عشان أنا أبقى طفل وشايف إن القدوة أو اللي معاه فلوس فلان وفلان وفلان، لما يجي حتى والدتي أو والدي يقولوا لي ذاكر يا ابني عشان تنجح ويبقى معاك شهادة، خلاص بقى اذاكر ليه. بالظبط. فهي صحيح. دي نقطة مهمة جدا، ودي حقيقي بتبقى أحد الرسائل الهامة لدور الفن في المجتمع. ربنا يا رب يعني ان شاء الله يجعلك من رسل هذه الرساله، وتكون ان شاء الله يعني تقدم لنا حاجات جميله باذن الله، يعني زي اللي فاتت انت قدمت جميل، وان شاء الله جاي يكون اجمل. إن شاء الله. بما اننا بنتكلم عن احنا لسه في برضو في اول عام 25، رؤيه حضرتك كاقتصادي وكخبير استثماري، ان انا عارفه ان وكاله فيتش يعني، وهي طبعا من الوكالات المعروفه اللي هي بتعتمد في تصنيفها، ما عندهاش يعني زي ما حضرتك عارف يعني بتحدد التصنيف بشكل او باخر بمنتهى الجديه. فهي حولت او عدلت من تصنيف الاقتصاد المصري من مستقر الى ايجابي. مفروض ده مؤشر يدينا تفاؤل ان هيبقى في الفتره الجايه في نمو، ان هيكون في يعني نتفائل بان الاقتصاد هيتعافى. وخاصة ان احنا يعني مش هأطيل عليك عشان اسيب حضرتك تتكلم، ان احنا بنواجه تحديات. التحديات ممكن تكون خارجية وتؤثر في الاقتصاد المصري، تؤثر على الراجل اللي راح يشتري عفوا يعني حاجة من السوق المحلي او يشتري احتياجاته الأساسية. فبالتالي الاقتصاد ممكن العالمي والمؤثرات السياسية ممكن تؤثر علينا هنا. حضرتك شايف الرؤية هتكون ايه ان شاء الله في عام 25؟ أولا أنا مؤمن تماما بتفاءلوا بالخير تجدوه، يا رب. ومؤمن تماما بأنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ونعم خيرا بالله. فخير وإن شرا فشر. نعم. واحد. اتنين، العالم أصبح كقرية واحدة. نعم. ما يحدث في الشمال يؤثر في الجنوب، وما يحدث في الشرق بيسمع في الغرب. نعم. فخلاص، طب دلوقتي في موجة تضخم عالمية، في ارتفاع في أسعار الطاقة، في ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية، لازم يصيبنا من الحب جانب. طبعا. وبالتالي هنا كيف يمكن التخفيف
يعني من حدة هذه الآثار السلبية. طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله، لما تحصلوش كله ما تسيبوش كله. صحيح. وبالتالي علشان تقدر الدولة انها تخفف من حدة هذه الآثار السلبية التي بتنتقل أصدائها إلينا كدولة جزء من العالم، بتبدأ في خطوات استباقية، بتبدأ في إزاي أنا أقدر أقي نفسي من الآثار السلبية دي أو أخفف من حدتها. مش هقدر أقضي عليها عشان أكون صادق، لكن أقدر إزاي أقلل من أثرها، إزاي يعني أشوف المواطن محدود الدخل أو الفقراء في هذا المجتمع، إزاي أقدر إن أنا أساعدهم كدولة. وده اللي بتعمله الدولة المصرية. بمعنى إن النهاردة علشان أنا أقدر إن أنا أستغنى عن الاستيراد لازم أشجع حاجة اسمها المنتج المصري. صحيح. وبالتالي قطاع الصناعة يعتبر هو القطاع الرائد والقائد بجانب قطاع الزراعة والخدمات، ولكن تبقى الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية. يبقى أنا كدولة أشجع الصناعة، هعمل ميزتين: إن هيبقى في منتج مصري بجودة وسعر مناسب، احنا بنتكلم اقتصاديا. المنتج ده هقدر إن أنا أستعيد بيه، أستبدله بالمنتج المستورد، يبقى أنا وفرت في فاتورة إيه؟ الواردات. أنا عفوا مش عايزة أقطعك، بس عايزة أقول حاجة مهمة في النقطة دي. الله يفتح عليك. طبعا يعني فعلا إن أنا محتاج تصنيع، بس في ميزة كمان مهمة جدا المفروض الدولة تاخد بالها منها، وبقى يعني عارف زي ما بتقول تمسك فيها. ان احنا لو تفتكر حضرتك الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كلها في المقاطعة، الناس كانت بتدور على ايه؟ على المنتج المصري، وما كان في حاجات ما بنلاقيهاش بديل. لو كان بيه البديل، وخاصة ان بدأ تطلع بدائل، بدأت تظهر بدائل حتى في المنتجات الغذائية بدأت الناس تدور، مش هشتري اي حاجة مستورد. يبقى الناس عندهم، كنا احنا بنقول الناس عندها عقدة الخواجة، لكن الناس دلوقتي عندها الوعي الكامل بانها انا محتاجه ان انا عايزه منتج قدامي مصري عشان هو ده اللي هشتريه. بالضبط. اقتصاديا يقال كيف يمكن تحويل الأزمة أو المحنة إلى منحة. صحيح. بمعنى إن زي ما حكيت فضلتي وقلتي، الناس عندها، الشعب المصري عموما عنده حب البلد. والمنتج المصري لو كان بينافس بجودة وسعر مناسب، أنا هشتري المنتج المصري. بس لازم يتوفر مش بس للمستهلك المصري، لأي مستهلك في العالم، حاجتين: جودة وسعر. صحيح. جودة وسعر يتناسب مع مستوى الجودة. يبقى أنا هعمل إيه؟ أنا هشوف السلع الغذائية والمشروبات. في ناس كتير بطلت تشتري مشروبات معينة، وبطلت تاكل منتجات معينة في مطاعم معينة، براندات عالمية، عشان هي عايزة تعمل مقاطعة. والأطفال بيعملوا كده والله. طبعا. جدا. في أطفال ما بيجيبوش شوكولاتات معينة. أيوة. ولا مشروبات معينة. ده مستورد. يعني يقول لك ده مستورد، أنا عايز محلي. أتمنى بقى، معلش عفوا برضه هكمل لك النقطة دي، أتمنى إن المنتج المصري يطلع المنتج اللي هو جودة فعلا تضاهي، يعني بقدر ما تضاهي المنتجات اللي كنا احنا بنستخدمها المستوردة. يعني اعتقد يعني ان الدولة دلوقتي بتساعد المصنع، وبتقدر ان بتديله عنده ميزة نسبية ان هو يقدر ينتج لنا منتج نقدر فعلا الناس تشتريه وشايفة ان ده منتج، ما يبقاش بقى هو عشان شايف ان هو ده المنتج الوحيد فندخل في دائرة الاحتكار. بالظبط. اسمحي لي أكمل الجزء الخاص بالواردات. قلنا هنوفر في فاتورة الواردات لما يبقى عندنا منتج مصري. كمان المنتج ده بقى ليه جودة وسعر كويس جدا. صحيح. هقدر إن أنا أصدره، يبقى بقى عندي موارد من العملة الأجنبية. وفرت في فاتورة الاستيراد، وفرت عملة صعبة، وكمان دخلت عملة صعبة من التصدير. هنا الملف بتاع الصناعة بتريد دولة اهتمام كبير. طيب تعالي بقى نتكلم حضرتك عن المنتج المصري. طب وهل الدولة موفرة حزمة من الإجراءات بحيث إن أنا كمصنع أقدر أنتج بالميزة التنافسية دي؟ حاليا خاصة بعد التعديل الوزاري الجديد اللي حصل طفرة كبيرة في مجال الاستثمار الصناعي، لأن الدولة دلوقتي بتوجه المستثمر لأنشطة صناعية معينة أنا محتاجها. صحيح. مش كل مستثمر يجي يعمل أنشطة استهلاكية هايبر ماركت ضخم وبتاع، دي لا تضيف بقت في قيمة خريطة مضافة استثمارية. بالضبط، ما بتضيفش وبيشغل عمالة قد إيه. وفي نفس الوقت إحنا بننشئ أو بنزود من السلوك الاستهلاكي. صحيح. في حاجة اسمها الميل الحدي الاستهلاك في علم الاقتصاد. وبالتالي أنا لما أجي أعمل النهاردة مصنع كمستثمر سواء مصري أو عربي أو أجنبي، المصنع النهاردة فيه 100 عامل، السنة الجاية بقوا 200،
السنة الثالثة بقوا مصنعين، السنة الخامسة بقى عندي 3 مصانع. كمان المنتج اللي أنا بنتجه بيحل محل منتج مستورد. المنتج اللي أنا بنتجه للتصدير بصدر، وبالتالي هنا خلق فرص عمل أكتر اللي هي بيساعد في علاج مشكلة اسمها مشكلة البطالة. 2 حسن مستويات معيشة اللي بيشتغلوا ومن يعولونهم، الأسر بتاعتهم. 3 خلق كوادر جديدة في المجتمع من خلال التعليم الفني والتدريب المهني. النهارده بتقابلنا مشكله لما اجي اقابل يعني احتاج صنايعي او اسال حضرتك ما تعرفيش ميكانيكي كويس، ما تعرفيش سباك كويس، ما تعرفيش ما نقاش عندناش كويس. الكوادر اللي هي اقدر فعلا اعتمد عليها، يعني بالذات العماله الفنيه. بالضبط، العماله الفنيه الماهره المدربه في قطاع الصناعه في غايه الاهميه والخطوره. طبعا النهارده في مجمعات كبيره، يعني في احد المجمعات اللي هي بتدعم العمال وبتخليهم يتعلموا كده، اسمه مجمع عمال مصر. انا رحت انبهرت بالتجربه فيهم. عندهم حوالي 5000 عامل بيدربوهم حلو في قوي. صناعات ومهن مختلفه. حلو قوي. وكمان بيوجهوهم لمصانع معينه، يبقى المصنع بياخد المنتج اللي هو العامل متعلم ومتدرب. حلو جدا. فهنا ترتقي الصناعة، جودة الصناعة ترتقي. نعم. التجارب دي لو تم تعميمها بشكل كبير جدا، الصناعة عندنا هتنهض بشكل كبير. بجانب سياسة الدولة في دعم المستثمر المصري. نعم. نجاح المستثمر المصري دايما بقولها هو الأيقونة البارقة، الإضاءة اللي بتشد المستثمر الأجنبي حتى صحيح. يأتي للاستثمار في مصر. طبعا. نجاح ابن البلد هو اللي هيجذب لي استثمارات خارجية، العربي والأجنبي طبعا. يستثمر. طبعا. بجانب طبعا نمرة 1 الأمن والأمان. الحمد لله، والحمد يعني لله احنا نتمتع طبعا. بهذا الحمد الأمن، لله. وده فضل من ربنا يديمها سبحانه نعمة يا رب. وتعالى. أيوة. الحاجة التانية البيئة التشريعية اللي هي القوانين والتشريعات الجاذبة والمحفزة للاستثمار، دي نقطة في غاية الأهمية. 3 تشجيع الدولة من خلال الأراضي الصناعية المرفقة عشان أقدر أن أنا أعمل المصانع دي. كل هذه الحزمة بجانب القوانين والتشريعات بتخلي الاستثمار يزيد. وشفنا صفقات قريبة حصلت، يمكن صفقة رأس الحكمة طبعا. كانت آخرهم. طبعا. وده يدل على أن الاستثمار الأجنبي ده مش هيجي إلا لو كان في فرصة للاستثمار في مصر. لو لم تكن مصر مهيئة للاستثمار لما أتت هذه الاستثمارات. لن تأتي هذه الاستثمارات لا على سبيل المجاملة ولا على سبيل المحاباة طبعا. إلا لو كانت في فرصة حقيقية للاستثمار. وبالتالي هنا تنشأ أهمية قطاع الصناعة. طيب الصناعة والاقتصاد، دايما الصناعة إضافة للاقتصاد من خلال زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي في المقدمة معدل النمو، أيضا تخفيض معدلات البطالة، زيادة الواردات قصدي الصادرات، وبالتالي العملة الأجنبية. التضخم. بالضبط، وتخفيض معدلات التضخم. كل ده ملف مهم جدا. نقطة بقى اللي تتعلق بسؤال حضرتك أو الجملة اللي حضرتك قلتيها عن منقول إلينا التضخم. طبعا منقول إلينا. أنا يعني أتمنى إن كل أسرة مصرية تبدأ إنها تعيد ترتيب الأولويات. نعم. بمعنى ما لا يدرك كله لا يترك كله. ليه بقى؟ لأن أنا دلوقتي عندي مشكلة إن دخلي مش مكفي، الأسعار بتزيد، ودي زي ما قلنا غصب عننا كلنا. يبقى أنا أعمل إيه؟ أعيد ترتيب أولوياتي، أستغنى عن الحاجات التي يمكن الاستغناء عنها. يعني ممكن مثلا أنا كنت بطلع مصيف، ممكن ما اطلعش مصيف لأن من أولوياتي تعليم ولادي، من أولوياتي الأكل. صحيح. المصيف لو ما عملتوش مش هموت، مش هيعمل واخده بال حضرتك. الحاجة التانية ان في اعادة ترتيب الاولويات نقطة مهمة جدا، ان اللي اقدر استبعده، اللي ما اقدرش استبعده احله او اخليه موجود، بس ممكن احد من الاستهلاك. يعني مثلا ترشيد الاستهلاك انا بنصح نفسي، يعني اذكر نفسي واياكم. نعم. ليه بقى؟ لان لما بنخرج من الاوضه ونسيب النور والع، او التكييف في الصيف والع، او السخان الكهرباء والع، ما ده كله عدم ترشيد للاستهلاك. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط. خير نعم. الأمور الوسط. نعم. وبالتالي بقول لأولادي مثلا اللي يخرج من الأوضة يطفي النور، اللي يخرج من الأوضة يطفي التكييف. طبعا. ليه؟ لأن ترشيد الاستهلاك وليس منع الاستهلاك، ترشيد الاستهلاك هو اللي يخلينا هيوفر معايا في فاتورة الكهرباء. لا، ونقدر نكمل. يعني صحيح. بمعنى إيه؟ عشان دلوقتي التضخم عبارة عن إيه؟ في تعريفه البسيط الارتفاع المستمر والمتوالي لمتوسط أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة. التضخم بتنخفض القوة الشرائية للنقود، اللي كنت بشتريه بقرش بقيت بشتريه ب3 ب4. وبالتالي أنا عشان أقدر أكمل وأقدر أواكب هذه الموجة من التضخم لازم أعمل ترشيد للاستهلاك وترتيب
الأولويات، في حاجة اسمها فقه الأولويات. نعم. يعني أشوف الأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. بما ان حضرتك بتتكلم عن فقه الاولويات وازاي ان احنا نرشد عشان الناس تقدر تتعايش وتمر الازمه دي ان شاء الله على خير، واحنا نقدر نكون قد التحديات اللي موجوده عالميا زي ما حضرتك ذكرت، وبالتالي تاثيراتها على الاقتصاد المصري. ممكن في ناس بيبقى هو كل اللي بتعيش عليه العائد اللي جاي من شهادات الاستثمار، وفي شهادات هتنتهي العام 25، اللي معاه مبلغ ده يحطوا يعني مثلا يحطوا في ذهب. شايف يعني سمعت مؤشرات ان الدهب هيرتفع جدا السنه دي في عام 25، ولا يحطوا في عقارات، وخاصه ان احنا بنقول احنا هنواجه ظاهره الفقاعه او واجهنا، ما اعرفش حضرتك برضو لو توضح لنا ده، الفقاعه العقاريه، ولا نحطه مثلا المبلغ ده مثلا في اي استثمار اخر، بحيث ان يكون المبلغ مضمون، يعني ان انا ضامن ان المبلغ ده مش هيروح عليا. والحاجة الأخيرة، في ناس يمكن بدأت تفكر إنها تحطها في سيارات، حضرتك شايف إيه؟ سؤال حضرتك فيه 3 أجزاء. الجزء الأولاني يتعلق لو معايا فلوس أحطها في إيه؟ ذهب ولا عقار ولا شهادات ادخار أو استثمار أو وعاء رابع؟ نعم. الجزء الثاني من السؤال الفقاعة العقارية، هل في فقاعة عقارية هتحصل ولا لا؟ نعم. الجزء الثالث يتعلق بالسيارات. السيارات. نبدأ بالجزء الأولاني. نعم. الجزء الأولاني لو معايا فلوس أعمل بيها إيه؟ أحطها في ذهب ولا عقار ولا شهادات ادخار بتاعة البنك؟ نعم. بصي حضرتك، لازم أسأل الأول سؤال عشان أجاوب حضرتك تحطيها فين. معاكي قد إيه؟ يعني لو حضرتك معاكي مبلغ صغير يبقى أفضل عائد تحطيه فيه هو شهادات البنك. بمعنى إن أنا معايا فلوس ما عنديش قدرة أشغلها، وفي نفس الوقت أنا عايز أحطها في وعاء آمن، وفي نفس الوقت أنا محتاجة دخل شهري أو ربع سنوي. مش عايز أحط الفلوس وأقعد أستنى بعد سنة عشان أكسب. أنا عندي مصاريف والتزامات شهرية، وبالتالي هنا أفضل وعاء لهذا المبلغ هو شهادات الادخار. يعني المبلغ ما يقدرش أشتري بيه عقار، صح تقصد حضرتك؟ لا، مبلغ صغير مش صغير اشتري بيه يعني عقار، 100 يعني ألف 50,000 مثلا، 100 النهارده 50 100. يعني أقل شقة المليون جنيه تقريبا، صحيح. يعني يا صحيح. دوب يجيبوا حاجة في حتة تانية. صحيح. لكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك معاكي مبلغ صغير 100 200 300 400 500 دول مش هيجيبوا شقة، ولكن دول بقوا مبلغ صغير. جدا جدا مع أيوة. انخفاض قيمة النقود. ما احنا قلنا التضخم انخفاض القوة الشرائية طب للنقود. ممكن حد يقول أنا لو حطيته في شهادة كده قيمة برضو المال بتقل. ما هو بص حضرتك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. صحيح. بمعنى ان انا دلوقتي اللي معايا 200 300 الف جنيه، لو انا عندي قدرة على التجارة 3/4 رزق في التجارة، صحيح. حلو، 19 رزق في التجارة. نعم. بس انا ما عنديش قدرة على التجارة وما عنديش خبرة وخايف حد اخش معاه يعني ينصب عليا، فبالتالي خلاص انا افضل وعاء امن للادخار هحطه فيه المبلغ الصغير ده، في شهادات شهادة. الادخار. نعم. هتجيب لي عائد شهري ربع سنوي سنوي حسب ما انا عايز. صحيح. طيب نمرة 2، لا المبلغ اكبر شوية، عندي بديلين، عندي الذهب وعندي العقار. ده ليه ميزة وده ليه ميزة، وده ليه عيب وده ليه عيب. مفيش حاجة بدون سايد افكت. حتى الدواء اللي بناخده نلاقي البامفلت اللي جوه مكتوب فيه الآثار الجانبية. صحيح. صح؟ طبعا. وبالتالي كل حاجة ليها وجهين، إيجابيات وسلبيات. نتكلم عن الأول، نتكلم عن الذهب. ده. الذهب وعاء آمن للادخار. الذهب زينة وخزينة. نعم. يبقى الذهب بنستخدمه، المرأة بتستخدمه للحلي، وكمان بتحوش فيه الفلوس وقيمته بتزيد. الذهب بيخضع لبورصات عالمية، شفنا الذهب كان ب1000 وكسور، النهاردة الذهب تقريبا 4000 وكسور، 4000 إلا حاجة بسيطة. ارتفع جدا جدا. لأن برضو الذهب يعتبر أحد الملاذات الأوعية الآمنة للحفاظ على قيمة وهيرتفع المدخرات. تاني؟ أكيد. يبقى الحفاظ على قيمة المدخرات أو الفلوس من خلال الذهب وعاء آمن تماما تماما. في سرعة في التسهيل. لو أنا اشتريت سبايك واتزنقت ممكن أن أنا أبيع سبيكة منهم. عندي 200 سبيكة، 10 سبايك هبيع واحدة. هنا بقى دي مزايا الذهب، يبقى وعاء آمن للادخار. 2، الذهب كمان سهولة تسييله، أخش على الأقل أي محل سايغ هسيله. نعم. الذهب كمان قلنا زينة وخزينة، أنا نعم. بلبسه واستمتع بيه كامرأة. أيوه. مظبوط. نعم. يبقى الذهب ليه عدة مزايا. طيب على الجانب الآخر، الذهب لا يمكن أن يدر دخل. في واحدة ست أجرت الذهب بتاعها
ما سمعناش. لا بمعنى ان الذهب لا مش يمكن هيجيب لها ان عائد يدر شهري. عائد، لا، مم. لا هتدفع عليه زكاة. اه. يعني لو هي مسلمة هتدفع عليه زكاة مال مم. 2.5%، مم. صح؟ صحيح. وبالتالي الذهب لا يمكن ان يدر دخل. يبقى هنا نتكلم عن الايجابيات السلبيات بقى. هيبقى مثلا فائض مال هتحطه هي مثلا لمدة فترة معينة، اللي هي مش هتبقى محتاجة منه دخل، صح كده؟ هتأجر يعني، هتأجري الذهب ولا تعملي لا ايه يعني هو حضرتك؟ طب لو حد مثلا حضرتك قلت مثلا لو هو 200 او 100 او 50 ممكن يجيب بيها دهب 200 اه ألف. طبعا اه. طبعا، ما لو قلنا جرام الذهب ب4 ب5 يعني نقدر ان احنا نشتري. يعني هو برضو ملاذ آمن اه او طبعا ادخار طبعا، آمن. يعني طبعا يا فندم مم. الادخار امن، وكمان مش بس كده، قيمته بتزيد حتى مع وهو مرتفع البورصات. دلوقتي. اه بصي حضرتك، مم. توقيتات الشراء مهمة جدا ايوه بقى. ده اللي بسأل خبراء فيه. الذهب، اه. خبراء عالم الذهب اه. بينصحوا امتى اشتري وامتى بيع من خلال اسعار الذهب، لان بيتحكم فيه بورصات عالمية. نعم. وبالتالي الذهب بيطلع وينزل، وهناك علاقة ما بين الذهب وما بين الدولار. العملات برضو بتبقى سلة العملات بتأثر على أسعار الذهب. حركات رؤوس الأموال برضو حاجات تانية، أحداث سياسية. احنا دلوقتي العالم فيه أحداث طبعا. جيوسياسية. طبعا. العالم شيء زي ما احنا شايفين، طبعا. صراعات في كل مكان، مشتعل. في كل مكان. مشتعل. وبالتالي حتى الحرائق الأخيرة اللي حصلت في أمريكا دي بتأثر على البورصات العالمية، بتأثر على أسواق المال، بتأثر على العقار. يعني مدن كاملة اتحرقت. نعم. يبقى هنا اللي بيحصل في العالم بيأثر على بورصات الذهب أيضا، وعلى سوق المال اللي هي البورصة، بورصة الأوراق المالية، الأسهم والسندات. نعم. طيب نيجي لجزئية بقى الذهب. قلنا زينة وخزينة، الذهب لا يمكن أن يدر دخل. نيجي للعقار بقى. مم. العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار. يقال العقار هو الابن البار، مم. ويقال العقار يمرض ولا يموت. نعم. بمعنى أن لو حتى حصل في فترة ركود في سوق العقار يتعافى، ثم نجده قطار نعم. بينطلق على طول. نعم. ودي حصلت. يمكن سوق العقارات المصرية كمان ذو طبيعة مختلفة عن أسواق العقارات في العالم أجمع. ليه بقى؟ لأن سوق العقارات المصرية في 2008 حصل انهيار في أسعار العقارات في كل دول العالم تقريبا، بسبب الفاينانشال كرايسيس أو أزمة الرهن العقاري اللي حصلت في أمريكا. أفلست شركات عقارية، أفلست بنوك، انتقلت أصدائها إلى دول عربية كثيرة. نعم. إلا مصر. إيه اللي حصل؟ توقف السوق، لم ينهار. في أسواق 50% من قيمة العقار وقعت. يعني اللي كنت شاريه ب1,000,000 درهم أو دولار أو دينار بقى ب500. هنا ما حصلش ده. أنا اشتريت وكسبت، توقف السوق. لو أنا عندي قدرة على الصمود، يعني لا أنا متعثر ولا أنا مخنوق ولا أنا مزنوق، فأنا واقف على الهولد. صمت. أيوة. بعد كده طار نعم. العقار. نعم. العقار كمان مصدر للدخل. اقدر اشتري شقه واجرها، وأجرها، صحيح. اقدر اشتري مكان واعمله لوكيشن زي اللوكيشن الجميل اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. أيوة. أيوة. اجره. أيوة. اقدر اشتري محل واجره، اقدر اشتري مصيف واجره. وبالتالي العقار يمكن ان يدر دخل. يبقى نعم. العقار فيه حاجتين: نمره 1 ملاذ امن للاستثمار والادخار وذو وممكن عائد يدر. مربح. 2 بيحصل فيه حاجتين في نفس الوقت، 2 في 1، كوفي ميكس. نعم. ازاي؟ الكابيتال ابريشيشن، الاصل نفسه قيمته بتزيد. انا اشتريت الشقه دي، اشتريتها ب1,000,000 جنيه، باجرها في الشهر ب50,000 ب30,000. بس السنه الجايه اللي ب1,000,000 بقت ب2,000,000 3,000,000، يبقى قيمتها كاصل ايه؟ زادت وفي نفس الوقت بتدخل لي دخل. بالظبط، وبتدر دخل، اللي هو نعم. ريتيرن اون انفستمنت، اللي هو الاكسبريشن بتاعه ROI. نعم. الROI بتاعها مجزي، وكمان قيمتها كاصل بتزيد، اللي هو الكابيتال ابريشيشن. نعم. نيجي تاني للعقار. العقار حضرتك في ميزه، ان مش بس العقار يبقى مصدر للدخل، ده مصدر للامان. الامان من عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. ولكن انا راجل كبرت في السن، عندي شقه باجرها، هتجيب لي دخل، اجيب منه الدواء بتاعي، دواء الضغط ودواء السكر، بدل ما اروح احتاج لولادي واقول له يا ابني هات لي الدواء، يا بنتي سلفيني. يبقى بيحفظ كرامه الشخص لما يكبر من خلال عقار يدر له دخل. العقار يعتبر احد حاجات الانسان الاساسيه. حاجات الانسان الاساسيه 4: نعم. مأكل، مشرب، ملبس، والسكن. مسكن. نعم. يبقى هو أحد الحاجات الأساسية. وبالتالي تنوع الطلب على العقار إما بغرض السكن أو بغرض الاستثمار. نعم. النهاردة تقدم لبنتي عريس،
لازم اول سؤال بساله ايه؟ عندك شقة؟ عندنا شقه يا ابني؟ ايوه نكمل. ما عندناش، شكرا. ايوه وبالتالي ممكن طبعا يبقى بالايجار، يعني يسروا ولا تعسروا، نقول له طب اجر شقه لحد ما ربنا يكرمكم يبقى وكتير من عندكم الشباب شقه. بيعمل كده دلوقتي. طبعا طبعا، ولكن انه هيسكن معايا لا، دي هتبقى في مشاكل عائليه واسريه، ما ينفعش. نعم. يعني ما ينفعش اقول ايه ابني يسكن معايا في نفس الشقه. لكن اللي انا اقدر اقوله ان حاجات الانسان الاساسيه منها العقار. نمره واحد، تعدد اغراض الطلب على العقار، اما بغرض السكن او بغرض الاستثمار. نمره نعم. ثلاثة، تنوع انواع العقار، مم. عقارات سكنيه، عقارات إدارية اللي هي المكاتب، عقارات تجارية المحلات والأماكن اللي احنا فيها الشورومز، كمان عقارات سياحية المصايف والشاليهات، صحيح. عقارات طبية المستشفيات ومراكز التحليل وما إلى ذلك، عقارات تعليمية المدارس والجامعات، عقارات صناعية المصانع، عقارات زراعية الأراضي الزراعية. قد إيه تنوع أنواع مجال كبير العقار، وواسع. كبير جدا ومربح جدا. وكمان في مصر بالذات، ليه جت الشركات العقارية الكبرى دي تستثمر في مصر؟ نعم. وبدون ذكر أسماء. نعم. شركات كبيرة جدا جت. ليه بقى؟ لأن في بوتنشال، في فرصة، في opportunity، بمعنى ان العقارات بتلقى اقبال لدى المصريين والعرب والاجانب. والاجانب كمان معقولة؟ معقولة. حضرتك رحتي الجونة؟ ايوه هنشوف في الجونة أجانب كتير جدا متملكين صحيح، لعقارات. ده صحيح. في الغردقة متملكين، في شرم الشيخ. وبالتالي يبقى المناطق السياحية اللي هي الريد سي، البحر الأحمر، بتلقى إقبال الأجانب والعرب أيضا والمصريين. ولكن الأجانب بيحبوا السنوكلينج والدايفنج ايوه والشعاب ايوه المرجانية ايوه والحاجات دي. ايوه المناخ، الجو، مصر ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بجو رائع وناس جمال وترحيب ودفء، والواحد ما يحسش انه غريب عن بلده. نعم. وبالتالي هنا تيجي ميزة البيئة، المناخ. نشوف الأجانب في عز الشتاء وإحنا لابسين بطاطين ماشيين بيها، هم ماشيين هم نص شايفين كم انه جو وفي جميل شورت. جدا. صح؟ ايوه صحيح. لأن عندهم ماينس 20 وماينس 30 عايشين ايوه تحت مفيش الصفر الجو بتاع و30 مصر ده. ايوه صحيح. خالص. نعم. وبالتالي احنا عندنا نعمة الشمس. والله. في بلاد بتفتقد الشمس. واحنا في الوقت ده بره تحت الصفر وفي شمس. النهارده كان الجو حلو جدا جدا، طبعا شمس طبعا ورائعه يعني. طبعا رائع. نعم. وبالتالي المناخ، البيئة الاستثمارية بتخلي العقار كمان يبقى عنصر جاذب. وانه يزدهر يعني. طبعا نعم. جاذب للاستثمار، والمعدل العائد عليه في الاستثمار عالي، وبالتالي آمن. يعني العقار يبقى ويظل العقار أفضل وأأمن استثمار. يعني افهم من كلام حضرتك ان المساله الاختيار نسبي. يعني لو انا دلوقتي حد جاي يسال حضرتك كخبير في الاستثمار، هيقول لك يا دكتور انا عايز، فلازم هتساله الاسئله اللي حضرتك سالتها. انت معاك والمساله يعني نسبيه. وانا لو حتى معايا، خاصه لو انا مثلا هتقول له افضل حاجه، بس افرض ان هو معهوش الملاءه الماليه او ما عندوش الحجم اللي يقدر يشتري بيه شقه، فانا اوظف القيمه اللي معايا، اللي انا فاهماه او اللي فهمته من شرح حضرتك دلوقتي والتوضيح، ان انا ممكن لو انا معايا مبلغ، يا اما احطه في الذهب لو انا مش محتاجه عائد شهري، او احطه في شهاده استثمار لو انا محتاجه عائد شهري. صح كده؟ تمام. بس برضو السؤال قد ايه رأس المال؟ نمرة ما 2 بقول قد ايه راس المال. في العقار. لا، العقار لا، العقار بقى حاجه تانية. انا بتكلم ان احنا صنفنا ان الشهادات والذهب ممكن بمبلغ مش كبير. صح كده؟ لكن لو انا معايا مبلغ كبير يبقى اوكي العقار. مش شرط يبقى معايا كده؟ مبلغ كبير، ممكن ما يبقاش معايا مبلغ كبير قوي، بس مم. يبقى عندي قدرة على سداد الأقساط. نعم. يعني أنا هشتري عقار ب5 بس مليون، انا اخده كاستثمار تقصد طبعا. حضرتك؟ نعم. بمعنى أنا هشتري عقار النهاردة، هشتري شقة ب5 مليون بالقسط، نعم. على 4 سنين أو 5 سنين، في عقارات لغاية 10 سنين صحيح. في بعض المشروعات. ايوه ايوه. أنا عندي المقدمة، ما ينفعش يبقى عندي المقدمة بس. المقدمة 5% 10%. نعم. وفي بعض المشروعات بتبيع without down payment، زيرو داون حلو بيمنت. قوي. ابدأ من أول قسط، حلو قوي. بس لازم أنا عندي يكون لو استثمار، أنا عايز يعني آخد واستثمر وبيع وتاجر زي ما بيقولوا. نعم. أنا أعمل إيه؟ أنا لازم يبقى عندي مينيمم، حد أدنى إقساط سنة، سنة ونص. ليه بقى؟ لأن في السنة، سنة ونص دي هيحصل كابيتال ابريشيشن. الشقة اللي ب5 هتبقى ب10 أو ب8. فاللي يجي يشتري مني يبقى كسبان. يبقى أنا وأنا ببيع ب6 7 كسبان، وهو بيشتري مني كسبان لأنها في الشركة بقت ب10. نعم. وأنا شاريها ب5. نعم. فأنا كسبت 2 مليون أوفر على رأس المال اللي أنا دفعته لحد النهاردة. حلو قوي. ما أنا ببيع بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين. نعم. فأنا دفعت قد إيه؟ دفعت 30%. أنا على 30% كسبت ما يزيد عن 100% من رأس المال المدفوع. نمرة 1. نمرة 2، لو أنا ما عنديش قدرة على الصمود مش هقدر أكمل. نعم. فهنسحب، هتعثر، فالشركة هتسحب مني الوحدة،
وتطبق عليها شرط جزائي بيبقى ساعات 10% من اجمالي الثمن، وده رقم ضخم. طبعا. وكمان هترجع لي الفلوس بنفس الطريقه اللي انا دفعتها لها، يبقى راحت فلوسك يا عوضيه. أيوة. بمعنى فلازم. ان مش هقدر ان انا أيوة. احقق عائد على الاستثمار لو ما عنديش قدره نعم. على ان انا ادفع اقساط. بس مش شرط ان انا يبقى عندي كل البلك بتاع الثمن، السيوله كلها. لكن ممكن ال5 أول مليون. سنة. أول سنة. اول سنه ده المينيموم، الحد تمام. الادنى. تمام. لازم عندي اقساط اول سنه ومتامن، عشان انا ما اضطرش ان انا اتزنق فتعثر فيطبقوا عليا شروط جزائيه. نعم. فاخرج من الاستثمار مش كسبان، اخرج خسران. خسران. هنا برد بس على الجزئيه بتاعت حضرتك، ان مش لازم يكون معايا البلك كله، السيوله كلها. ممكن يبقى معايا بس دفعه المقدم وسنه اقساط او سنه ونص اقساط. انا كده في السيف سايد، في الامان، لان خلال السنه دي لازم ان شاء الله يحصل ارتفاع، لان احنا شايفين الارتفاعات المتواليه والمستمره للاسعار. وهقول لحضرتك ليه الاسعار عماله تزيد. ما هي بقى النقطة دي مهمة جدا، بما ان الاسعار عمالة تزيد، وبنقول البعض بيقول ان احنا هنواجه او واجهنا، يعني هل هي ظاهرة معرفش كانت موجودة، لان كان في ارتفاع غير مبرر في الفترة او السنة اللي فاتت بالذات، يعني عام 24. وبالتالي يعني هل لما الدولة أتاحت دلوقتي وبدأت يعني تسمح بالتراخيص البنى، مش مفروض يعني يبتدي يتراجع الأسعار البنى، لأن ارتفاع الأسعار ده برضو عمل لي شيء من الركود. اسمحي لي بس اعقب على اتفضل. كلام حضرتك في غير مبرر. تمام. لا، هو مبرر بس معروف ايه الاسباب. اذا عرف السبب بطل العجب. تمام. الارتفاع في اسعار العقارات له شقين. نعم. الشق الاول، العقار عباره عن ايه؟ المواد العقار عباره البناء. عن الارض الاول. الأرض. وما عليها من مباني. مواد البناء. المباني اللي هي منتجات المواد البناء، اللي هي نعم. الحديد والاسمنت أسمنت والتشطيبات نعم. والسيراميك والدهان والاجهزه صحيح. الكهربائيه كل ده. وصحيح ده كل ده ارتفع. اسعاره قلت ولا زادت؟ لا ارتفعت طب طبعا. الاراضي اسعارها قلت ولا زادت؟ زادت. زادت. يبقى كل ما يكون العقار زاد، يبقى المنتج النهائي لازم يحصل فيه ايه؟ يزيد. لان المطور العقاري اللي بيبني عشان يكسب. نعم. ليها مش ربح، هياخده مش هيتنازل عنه. نعم. وبالتالي وإلا كان بيعمل ايه؟ بالظبط، ما نعم. بيشتغل ليه يعني. يبقى من سوف يتحمل الزيادة في الأسعار الأراضي وخامات ومواد البناء؟ الاند يوزر، المستهلك النهائي، اللي هو بيشتري الشقة أو المكتب أو نعم. المحل أو المصيف. يبقى بينقل هذه الزيادة، يتم نقلها للاند يوزر. يبقى سعر تكلفة العقار زاد، يبقى سعر المنتج النهائي لازم يزيد، لأن الربح موجود كده كده والسعر قليل 30 40 50% 20% واتيفر. لما يزيد برضو نسبتي هاخدها فباخدها على الايه؟ على الزيادة. نعم. هنا ده الجزء المبرر منه. مم. وفي جزء تاني اللي هو الطلب على العقار. احنا كم مليون؟ احنا 110. طبقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء والعهده على الراوي، هم اللي بيقولوا ان احنا 107 108 110. مش هنختلف على الرقم. مش هنختلف. نعم. بس ده غير معبر. لازم نقوله وبنزيد كل سنه كام في المية؟ 2.5%. اكيوميليتد، تراكمي على اخر رقم وصلنا ليه. نعم. يعني لو احنا النهارده 100 مليون، السنه الجايه كام؟ 102.5 مليون. اللي بعدها 105 و600. 105 مليون و600، لان احنا هناخد الرقم الاخير. ايوه. طب ده ال 2.5 مليون بس دول قد تكون دولة. صحيح. دولة صحيح. فيها 1.5 مليون ومليون مواطن يعني، وهي دولة كاملة. نعم. وبالتالي الزيادة السكانية بتزود الطلب على الايه؟ على العقار. انا ببرر اسباب زيادة الايه؟ العقار المبررة. نعم. طب نقطة تانية، احنا عندنا كام حالة زواج سنويا؟ كتير قوي، بس مش عارفة النسبة كام صراحة. تقريبا 800 ألف حالة زواج سنويا. 800 ألف حالة زواج سنويا. وده زيادة طلب على العقار. ما هو الشقة أحد متطلبات الزواج. ما احنا طبعا. قلنا يا ابني عندك شقة نكمل، ما عندكش طبعا. شقة وريني عرض طبعا. كتافك. طبعا. صح ولا لا؟ طبعا. وبالتالي هنا نقطة. وقلنا ان قد اقول له نأجر لحد ما ربنا يكرمكم يبقى عندكم قانون جديد والحاجات اللي هي أثرت الموضوع. نعم. لكن النقطة كمان ان معدل الزيادة السنوية مع عدد السكان مع زيادة الطلب على العقار عشان حالات الزواج. نعم. مظبوط. نعم. وحتى في حالات الطلاق. للأسف عندنا برضو حالات طلاق كتير. طبعا. وبالتالي حتى في حالات الطلاق الزوجة الأم حاضنة، فلازم يبقى ليها شقة تقعد فيها. طب هو يروح فين؟ هيروح يقعد مع باباه ومامته ولا ياخد شقة تانية يقعد فيها؟ تبدأ هنا عملية البحث عن البديل. نعم. يبقى حتى في حالات الزواج والطلاق مطلوبة الشقة. ده الأسباب المبررة لزيادة العقار. قلنا ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء، ارتفاع أسعار يعني الأراضي. كده مفيش فقاعة رقيقة. لا عقارية. لسه. نعم. في حتة بقى ساعات اللي هو بقى الغير مبرر، اللي هو لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. اللي هو جشع
بعض التجار العقارات او جشع بعض المطورين او مبالغه بعض المطورين، وهم مش كتار بس برضو بيساهموا في اشتعال الاسعار نعم. والاشاعات. بقى انت عارف ده العقار ده كذا، ده الاسعار هتزيد الشهر الجاي 20%، ده الاسعار هتزيد 30%. ويبدا بعض المسوقين العقاريين يروجوا لده احيانا بالحقيقه واحيانا بغير الحقيقه، نعم. يعني عشان تحفيز الطلب في حاله ركود السوق شويه او الدنيا بتريح خاصه في صحيح، يعني هو الشتاء. يعمل كده عشان الناس تشتري. طبعا يقول عشان لك ده يبيع، هتزيد. عشان يبيع. ايوه. وبالتالي بعضهم طبعا، ولكن في جزء منها فعلا بيبقى الشركات هتزود، يعني يقول لك شركه كذا هتزود الشهر الجاي كذا لان الاسعار زادت فهي هتزود على المستهلك النهائي. بالاضافه برضو لان قضيه العقار، موضوع العقار ده بالذات موضوع قد يعني الانسان عارفه حضرتك يحوش تحويشه عمره كله يتغرب عشان يجي يجيب شقه. ده صحيح. حلمي ان انا يبقى عندي ايوه شقه، ايوه. صح ولا لا؟ نعم. وبالتالي هو احد الحاجات مش بس الاساسيه، الملحه الضروريه. مم. فمن هنا يجي الجزء المبرر ان ده لازم انا عايز احوش حلمي ان انا يبقى عندي شقه. طب بقى عندي شقه يبقى عندي فيلا، طب بقى نعم. عندي فيلا يبقى عندي مصيف، ايوه طب بقى عندي مصيف يبقى عندي مصنع، ايوه. وهكذا. نعم. وبالتالي تنوع اغراض الطلب على العقار برضو بيساعد على اشتعال الاسعار. ارجع لحضرتك البابل او الفقاعه العقاريه. مم. ليس من المستحيل، ما فيش حاجة مستحيلة، ولكن من الصعب جدا أن تحدث فقاعة عقارية في مصر. طب كويس. لماذا؟ مم. للأسباب التي ذكرتها اللي حضرتك قلتها سابقا كلها صح. عشان ما عدهاش. مم. قلنا عقيدة عند المصريين العقار هو الابن البار، العقار يمرض ولا يموت. ده عواد باع أرض، يا أولاد قعدوا في الفيلم يقولوا له باع ودي أرضه ودي يعني. ودي ثقافة مجتمع يا دكتور، يعني بيبقى زي ما حضرتك ذكرت طبعا، كل اللي ذكرته طبعا كله صحيح. وثقافة المجتمع ان هو اللي يأمن ابنه من هو طفل بيجيب له شقة، من هو مثلا اول ما، او اللي مش قادر وهو طفل لما ابنه بيكبر شوية لازم يجيب له شقة ويجيب لابنه ده. بقت هي ثقافة الناس، لازم يبقى عندهم عقارات، لازم يبقى عندهم شقة أو اتنين، القادرين طبعا. او زي ما حضرتك قلت اللي بيحلم يبقى عنده شقه، فبرضه حلمه كل هدفه اهم حاجه اللي هي الشقه، العقار. مظبوط. اسمحي لي أحيي حضرتك على النقطة دي، لأن النقطة دي تقريبا مش موجودة عند شعب في العالم إلا بالظبط، الشعب الشعب المصري. المصري. إلا الشعب ايوه المصري. ايوه أنا ملتزم التزام أدبي إن أنا أجيب شقة لابني عشان يتجوز فيها، ايوه مش ايوه قادر يبقى ايوه. أساعده. مم. أمه تبيع له حتتين دهب، تبيع له مم. حاجة، أنا ممكن ايوه. أبيع عربيتي عشان أساعد ابني في إنه يتجوز ويجيب شقة ويجهز. مم. مع ارتفاع أسعار المعيشة والغلاء مم. بقى دور الآباء والأمهات أكبر مسؤولية وحمل عليهم عشان يساعدوا يسطروهم حتى نعم لو بنات. نعم. وفي نفس الوقت الولاد، ما أنا برضو عارف إن هو يحتاج فترة طويلة زمنية عشان يقدر يحوش بس مم. جزء بسيط من ثمن الشقة. صحيح. وبالتالي هذه المسؤولية الأدبية كمان بتزود الطلب على العقارات المصرية، زي ما نعم حكيت اتفضلتي وقلتي، وأنا بشكرك على الإضافة دي، إنها ثقافة مجتمع. نعم. المجتمع المصري، إحنا كآباء كأمهات دورنا إن إحنا نأمن ولادنا، وممكن نقتطع من قوتنا عشان ايوه حاجتين: ايوه. تعليم ولادنا، صحة ولادنا صحيح نعتبرهم حاجة واحدة، صحيح. وكمان نساعدهم في إنهم لانه يتجوزوا. شايفين ده الامان لاولادهم، ولسه كنت بقول لحضرتك برضو، والقادرين بيجيبوا لاولادهم من هم اطفال. طبعا يعني بعتبرها حصالة، ايوه أنا يأمن، يقول بحوشكوا لك فيها. بأمن الولاد. طبعا يعني اللي طبعا قادر بيجيب لو عنده اكتر من ولد، بالذات الولاد، طبعا. لو عنده اكتر من ولد فيجيب لهم شوية من صغرهم. والله والبنات أقول لك حاجة، أنا والبنات ليا بعض الأصدقاء يعني بيقول لك أنا برضو أجيب للبنت. ليه صحيح. بقى؟ لو جار عليها الزمن، لو لا ايوه قدر الله حصل مشكلة في حياتها صحيح. الزوجية، يبقى يبقى عندها عندها شقة. شقة، طب جوزها زي الفل وابن حلال اي والدنيا شقتها ماشية، موجودة. يبقى ليها مصدر دخل نعم تساعد بيه جوزها، نعم. او تدخره ليها لولادها، او تجيب بيه احتياجات خاصه هي عايزه تجيبها زياده عن اللي موجود في البيت. وبالتالي حتى في البنات بيبقى برضو في نظره ان البنت لما يبقى عندها شقه، لو امكانياتي كأب تسمح نعم. لن اتردد ان انا امن وفعلا ده مستقبل بنتي موجود. زي ما انا بامن مستقبل صحيح ابني. صحيح. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا كلهم جميعا يا رب. طيب بما ان حضرتك شرحت كل ده، وخاصة ان ممكن بيبقى ارتفاع مواد البناء ده، يعني يجرنا لحاجة مهمة جدا، العملة. ارتفاع العملة طبعا هو اللي أثر بشكل يعني كبير جدا، وكان تأثير مباشر على مواد البناء وعلى كل تقريبا الحاجات اللي احنا ما زلنا من بداية الحلقة بنتكلم ان احنا ما عندناش ممكن المنتجات الكتيرة اللي يمكن لما نبتدي نصنع هتبتدي تختفي مشكلة ارتفاع العملات. هيك شايف الدولار هيبتدي يعني يستقر، ولا فعلا هو بدأ يرتفع في نهاية العام؟
2024 وبعدين بدأ ينزل مؤخرا. هل هيستقر على كده وهل هيكون في تعويم قريب؟ التعويم نوعان: نعم. تعويم حر وتعويم مدار. نعم. يعني يتم إدارته من قبل الدولة من خلال السياسات المالية والنقدية، من خلال البنك المركزي، من خلال وزارة المالية. نعم. دايما معدلات التضخم السيطرة عليها بتبقى من خلال يا إما سياسة مالية يا إما سياسة نقدية. نعم. نقول سياسة نقدية، مثال بسيط مثلا سعر الفايدة. السيولة الزايدة في المجتمع بتؤدي إلى أن الناس بتقعد تشتري حاجات كتير، فالطلب بيزيد. الأسعار بتزيد، في علاقة طردية ما بين الطلب والسعر، ده يزيد ده يزيد طبعا. وبالتالي بتمتص الدولة السيولة دي من خلال طرح شهادات جاذبة للمدخرات 27%، 25%، 30%. فالناس تتحفز تشجع انها تروح تحط فلوسها علشان وعاء آمن ما فيهوش ضرائب وكمان بيدر عائد. نعم. يبقى هنا أنا بعمل إيه؟ بشجع الناس على وضع مدخراتهم ما لديهم من فائض سيولة عشان أحد من معدلات التضخم. طيب هنا الجزء الثاني بتاع السياسة المالية، الضرائب، استخدام الضرائب والإنفاق. لو في كساد أنا بعمل إيه؟ بقلل معدلات الضرائب عشان أخلي الناس تعمل أنشطة. لو في رواج لا بزود معدلات الضرائب عشان أقلل السيولة وفي نفس الوقت أزود موارد الدولة. طب هنا موضوع الدولار، التعويم قلنا حر ومدار. الدولار في بعض الدول خفضت سعر عملتها بإيديها عشان تبقى لديها سلع منافسة في الأسواق العالمية، زي الصين مثلا. نعم. الصين عندها عملة اسمها الإيوان. خفضت قيمة الإيوان بإرادتها عشان تبقى المنتجات الصينية متصدرة في الأسواق العالمية وتغزو بها أسواق العالم. وهذا هو ما تم النهاردة، المنتجات الصينية في كل حاجة. طبيعي. يبقى دي رغبة الدولة في تخفيض العملة عشان تبقى عندها صناعات كتيرة، عندها صناعات تنافسية كثيرة، وبالتالي بتصدر لكل العالم وبمستويات جودة مختلفة. نعم. يعني منتج معين يصدر لدولة منتج بنفس الشكل بس الكواليتي بتاعت الماتيريال والعمر الافتراضي أعلى لدولة تانية، ده $10 وده $15. بيحصل كده طبعا. عايز من ده ولا عايز من ده؟ أيوة صحيح. هي دي النقطة. كمان في نقطة مهمة جدا في موضوع تحرير سعر الصرف. تحرير سعر الصرف بدأ يعني التحول بدأ من الأخير، مش الأخير يعني الكبير، بدأ من نوفمبر 2016. ده تزامن مع إيه؟ مع برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة المصرية. نعم. من 2016 نوفمبر كان مثلا ب7.5 انطلق إلى 18 علشان يبقى الجنيه معبر عن قيمته الحقيقية. نعم. التعويم على درجات، بمعنى ان كان عند 18 20 بعد كده حصل تعويم تاني وصل ل31، بس التعويم ده كان فيه مشكلة. نعم. السعر بتاع البنك 31 والسوق السوداء ب71. أيوة، وكانت دي المشكلة. 40 جنيه فرق، ده اكيد هيخليني اضحي واخد ريسك مخاطرة علشان احصل على 40 جنيه الفرق. طبعا. الدولة عملت ايه دلوقتي؟ الدولة دلوقتي عملت اولا سعر الرسمي، حتى لو نفترض ان لسه باقي اثار محدودة للسوق السوداء هنلاقيه قريب منه، اروح طبعا. اخد مخاطرة ليه واغامر واروح اعمله في البنك احسن. بالظبط. أيوة. ففي البنك كان 48 ونص، وصل ل 50 ونص، 51 ونص، بيتراجع يعني بيتذبذب. ده اسمه الايه؟ التذبذب المقبول، اللي هو الطبيعي بالظبط. نعم. طب انا لو رحت السوق السوداء ولقيت حد في السوق السوداء هيقول لي اخده منك بنص جنيه زياده، لا ما تستاهلش. صحيح. انما ب40 جنيه زياده كانت تستاهل. طبعا. ليه؟ لان انا بحول $1000. والدولة يعني اتجهت للاجراءات دي عشان تقضي على السوق السوداء طبعا يعني. ليه بقى؟ علشان بدأت الناس تدخر الدولار. طالما في فجوه جاب ما بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي يبقى في سوق سوداء. طبعا. طالما الفجوه دي مش موجوده او لا تساوي المخاطره يبقى انا اعمل ايه؟ صحيح. بالظبط. نعم. وبعدين حضرتك كمان في نقطه مهمه جدا، استقرار سعر الصرف من أهم العوامل للمستثمر المحلي والأجنبي. نعم. لأن استقرار سعر الصرف، أنا دلوقتي مثلا لو فلوسي دولارات ودخلت دولارات استثمر بيها وحصل عدم استقرار لسعر الصرف أو فرق ما بين سعر الصرف المعلن وغير الرسمي بجاب أو فجوة كبيرة، أنا بلاقي إن بعد ما اشتغل واكسب في النهاية لما أجي أرجع فلوسي للعملة بتاعتي سواء كانت دولار، دينار، درهم، ريال، أيا كان، نعم. بلاقي إن أنا يا ما كسبتش يا حققت إيه؟
خسارة. نعم. فهنا دور الدولة في استقرار سعر الصرف دور مهم جدا، وده اللي بتتبناه الدولة المصرية في الوقت الحالي، لأن ده بيسمع وبيأثر بشكل كبير جدا على الاستثمار، ليس فقط الاستثمار المحلي وإنما العربي الاستثمار طبعا والأجنبي. ومن هنا طبعا. تأتي أهمية استقرار سعر الصرف. نعم. سياسة استقرار سعر الصرف مهمة جدا للاستثمارات. هيك قلتي نقطة في البداية كانت الجزء الثالث عن السيارات. ايوه، السيارات احنا شايفين العقارات بتزيد والسيارات انا برضو. لسه هسألك على السيارات، بس يعني انا يعني احنا دلوقتي يعني اجابة حضرتك على سؤال ان احنا في مرحلة ان شاء الله الاستقرار للعملة. اه اه انما يعني قد ترى الدولة المصرية، بس عشان بس ما بقاش بقول كلام انا مش مم. متأكد منه، قد ترى الحكومة ان هناك تعويم اخر او مم. لا. طب امتى؟ قريب ولا بعيد؟ ده مم. قرار مش بس اقتصادي، ده قرار سياسي سياسي طبعا مهم جدا. طبعا طبعا. لأن زي ما قلنا الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. نعم. فقد ترى الدولة أنه من المصلحة أن يحصل تعويم، يبقى مم. التعويم ده ليه أهداف عشان يحقق استقرار أو طبعا. يحقق أهداف للدولة في التنمية الاقتصادية. تمام. زي ما شفنا أن التعويم لما جه من 31 ل 48 أو ل 50 حصل فيه استقرار، وما بقيناش لاقيين السوق السوداء اللي كانت صحيح موجودة قبل كده. صحيح. فقد يحدث تعويم في فترة قريبة أو متوسطة أو طويلة بهدف تحسين أداء الاقتصاد، ودي تبقى رؤية للدولة المصرية. تمام. طيب سوق السيارات، بما اننا يعني بنتكلم عن حاجة مهمة جدا برضو للناس كلها، يعني طبعا حضرتك عارف ان شهد سوق السيارات في برضو العام الماضي كله، ويمكن اللي قبله كمان، او في نهاية اللي قبله بدأ ارتفاع بقى. يعني انا ما اعرفش بقى هتقولي مبرر ولا مش مبرر، بس هو كان ارتفاع ضخم بقى، ممكن حتى بقى صعب ان حد يفكر ان هو يشتري عربية. بصي حضرتك، مع ارتفاع معدلات التضخم نعم. ومع تحركات سعر الصرف، مم. في النهاية المنتج ده مستورد ولا محلي؟ مستورد. طب حتى لو جزء منه منتج محلي، فيه آلات ومعدات يتم استيرادها. نعم. النهارده شفنا تجربة عجبتني جدا، بما ان حضرتك يعني اثرتي موضوع السيارات، إعادة افتتاح مصنع النصر لصناعة السيارات، شركة اه النصر. اه كان في عربيات زي الفل اه والله. والله، ده انا دي فيورا امنيتي انا والله، ان و... هو فعلا يعني يتم فعلا. احنا يعني احنا محتاجين ده جدا دلوقتي. طبعا. طب وانا شاب كان حلمي الفيورا، واركب لها ايوه جنوط كبيرة كده، جنوط ايوه عريضة بقى. ايوه. حضرتك كان في الفيورا والدوجن والشاهين وعربيات وال 128 وكانت عربيات على فكرة متينة وال جدا. 132 وال ايوه. 131، عربيات كانت رائعة من مم. حيث الجودة ومن حيث حتى السعر. في استهلاكها في البنزين، نعم. وكان سعرها سعر مقبول ومعقول. النهارده اللي حصل ان مع موجة التضخم العالمية، مم. ارتفاع اسعار الخامات الرو ماتيريالز، مستلزمات الانتاج، كمان نقطة مهمة جدا ارتفاع اسعار الطاقة، ارتفاع تكاليف النقل اللي بتمثل جزء مهم من تكلفة طبعا المنتج النهائي. طبعا. حصل ايه؟ ان ده سمع في كل حاجة، مش بس في السلع الغذائية والاكل والشرب واللبس، لا والعقارات، لا والسيارات. وبالتالي حصل ارتفاع كبير جدا، وحتى الذهب حصل مم. ارتفاع كبير جدا. العربية اللي كانت ب200 ألف جنيه على سبيل المثال بقت بمليون و200 ألف جنيه، صحيح صحيح. يبقى بقت 600%، يعني نعم. 6 أضعاف ثمنها في فترة زمنية وجيزة، يعني من سنتين ده ونص من 3 سنين. من غير الاوفر برايس ولا ده الاوفر برايس ده بقى شغل ده تجار، بقى يعني دي يعني. بقى اللي هي حضرتك بتقولي غير مبرره ساعات. ايوه. ان ساعات في بعض تجار السيارات بيبالغوا في الاوفر برايس، مم. والدوله كانت تبنت سياسه انها تحاول انها تسيطر على الموضوع ده، بس حقيقه السيطره هي جزئيه وليست كليه، طبعا لان طبعا. احنا في سوق مفتوح. سوق مفتوح. طبعا. بالاضافه لنقطه مهمه جدا، ان ارتفاع اسعار السيارات نتيجه ان انا ما عنديش منتج مصري كان بينافس ويحل محل المنتج المستورد بجوده وسعر مناسب، خلانا نستورد مثلا السيارات الرينو من المغرب في اتفاقية أغادير، نستورد سيارات ماركات كتيرة جدا صيني وكوري إلى آخره. إعادة افتتاح مصانع السيارات وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية هيؤدي إلى وجود سيارة
بنسبة كبيرة جدا فيها مكون محل مصري، ايادي عاملة ماهرة دي مصرية، حاجة جميلة جدا. فينيشنج كويس، انا اشتريها وانا مبسوط. طبعا ولو العربيه كويسه انا اقول طبعا لا ليه، يعني طبعا. مش عقده الخواجه. انا صحيح. والله كان عندي ده عربيه بالعكس هيبقى عليها إقبال. جدا، انا كان يعني عندي أنا عربيه شايفة كده. شاهين أيوه والله العظيم كانوا بيخافوا منها وهي ماشيه من أيوه كتر ما الصاج بتاعها جامد أيوه جدا، يقول لك ده أيوه صاج براميل، أيوه. فبوسع وسع على طول. وبيتقال على التاني إن هو صاج ورق. وجامده وجامده أيوه وبتتحمل. وكمان العربيات اللي هي كانت ال 128 دي كانت عربيه لذيذه جدا أيوه وظريفه، والفيورا كانت عربيه شبابيه. أيوه. عوده مجال تصنيع السيارات، الصناعه المصريه بشكل عام وصناعه السيارات بشكل خاص، ده هيؤدي الى الحد من ازمه استيراد السيارات ده اللي ممكن ينتجوها بيلقي. السنة دي؟ نعم يا فندم. ممكن يتم الإنتاج السنة بدأوا دي؟ بالاتوبيسات، بدأوا مم. بالاتوبيسات شكلها حلو جدا وشيك جدا واحنا عندنا، ما احنا عندنا مصانع يعني بتصنع سيارات مصرية. احنا قلنا اسماء ما فيهاش حاجة، زي مثلا هونداي. أيوه مصانع سيارات أيوه العربيات اللي هي بتتصنع في مصر بجودة كويسة أيوه. وسعر تنافسي، بس مع موجة التضخم كله زاد. طبعا. فبقيتي العربية الحكي اللي كنت بتجيبيها ب 100 150 200 النهارده بقى سعرها مينيمم مليون جنيه. نعم المليون ما بقيش يجيب عربيه لا بي ام ولا مرسيدس ولا صحيح. لا حتى تويوتا خلاص كرولا ولا ولا الكلام أي ده حاجة. أيوه. خالص. ده فخلينا عربية في صيني كمان بالظبط بمليون ومليون وي. بالظبط. والله في العربيات الصيني برضو عربيات اثبتت كفاءتها، حلوة يعني جدا. الام جي مثلا في قطاع دي السيارات حلوة جدا، أنا اثبتت بحبها جودتها أوي على فكرة. جدا أيوه جدا. وبالتالي هنا بقى ياتي دور المصنع المصري جنبا الى جنب مع الدوله، ايد لوحدها ما تسقفش. صحيح. عشان نعالج المشكله دي لازم مش الدوله لوحدها، الدوله مش تعمل كل حاجه. نعم. في انشطه لا يمكن تركها يا للقطاع ريت الخاص، والله لا المستثمرين يمكن يدخلوا في هذا تركها المجال. للقطاع الخاص. مم. 3 أنشطة أساسيين: مم. الدفاع الخارجي نعم القوات المسلحة المصرية، الدفاع الداخلي أو الأمن الداخلي الشرطة، نعم 3 القضاء. نعم. ال3 دول ما ينفعش يبقى فيهم قطاع خاص. شركات الأمن والحاجات دي شركات أمن خاصة، ولكن لما نختلف مع بعض بنروح فين؟ بنروح الاسم، طبعا بنروح المحكمة، طبعا صح ولا لا؟ طبعا. لكن في أنشطة كثيرة بدأت الدولة تتخارج منها. مم. وثيقة ملكية الدولة، تخارج الدولة من الأنشطة اللي مش مهم إن الدولة يبقى موجودة وده فيها، هيقوي الاقتصاد المصري. وتركها للقطاع الخاص أو نعم مشاركة الدولة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص. نعم وده اللي نعم بتعمله الدولة دلوقتي. نعم. يبقى المستثمر لو اتكلمنا بقى عن قطاع السيارات وصناعة السيارات، جنبا إلى جنب مع الدولة بالسياسات والقوانين والتشريعات والأراضي والترفيق الأراضي وما إلى ذلك، وكمان إعفاءات على الآلات المستوردة أو تخفيض على الجمارك للآلات المستوردة والمعدات ومستلزمات الإنتاج، يقدر يشجع المنتج المصري على إنتاج سيارة تكون بجودة وسعر مناسب تحل محل المستورد. نعم وفرنا فاتورة واردات كبيرة، لأن الطلب على العملة الأجنبية بيزداد مع زيادة الطلب على طبعا السيارات، طبعا. واحنا حقيقي عندنا طلب كبير على السيارات. مم. ما زي ما قلنا معدل زيادة سكانية، وبقت صراحة دلوقتي من أحد حاجات الإنسان المهمة صحيح. إن أنا أنتقل وأروح وآجي وأعمل، حتى مع وسائل الانتقال الجديدة والحديثة وما إلى ذلك، سواء مونوريل سواء قطار سريع قطار ترددي أتوبيس، ولكن لكن تظل لها أهميتها طبعا. تظل أحد برضو طبعا احتياجات الأسرة طبعا. المصرية في حالة قدرة هذه الأسرة على تملك صحيح السيارة. صحيح. فيعني حقيقي خبر أسعدني. وانا والله يعني بسطت بجد قوي، مبسوطه بقولك بحب قوي. الفيورا بموت فيها. طبعا وهل هيبقى الانتاج يعني انتاج يعني هيداخل فيه استثمارات مثلا أجنبية، بشراكه استثمارات اجنبيه؟ مشتركة ده حلو جدا. استثمارات عربية، بس استثمارات انا أجنبية في اتمنى مجالات يكون بقى مختلفة. الانتاج يعني يكون في الاخر المنتج سعره يعني فعلا متناسب مع امكانيات كتير من الناس انها تقدر تشتريها بقى، بدل الاسعار اللي احنا بنسمعها الغريبه دي. طبعا يعني بص حضرتك، دايما بنقول ونكرر ان طالما ان في قدرة للدولة على انها تشجع هذا القطاع بشكل كبير وتدعمه رغبة من الدولة، اعتقد ان هيبقى في حل لهذه المشكلة. لان برضو احنا النهاردة بقى نستورد سيارات من دول كتيرة جدا. أيوة. وانا عندي الصناعة دي لما تنمو مش بس هتعمل موارد للدولة وتوفر في الفاتورة، هتشغل ايادي عاملة وهتفتح مصانع، وهيبقى عندنا كمان تصدير بعد كده زي ما المغرب عملت. المغرب دلوقتي غزت الاسواق بصادرات السيارات. وكمان نقطة مهمة جدا، ان العربية لما تكون عربية مصرية وبجودة وسعر كويس كلنا طبعا هنحبها ونشتريها طبعا قوي قوي. طبعا طبعا. دي احلى خبر ان احنا نقفل بيه حلقتنا النهارده. انا بشكرك جدا الفنان القدير والدكتور ماجد عبد العظيم، يعني امتعتنا، وكانت حكايتنا النهارده معاك جميله جدا ومفيده جدا وكلام شيق ومفيد.
أشكرك جدا. أنا سعيد جدا إني اتشرفت بوجودي معك النهاردة، وحقيقي بما إن حضرتك قلتي الفنان الدكتور، فحقيقة حينما أسأل عن هذا الدكتور الفنان ولا الفنان والله الدكتور، كنت هسألك السؤال ده، تصدق؟ أيهما أحب إلى قلبك؟ نعم. الأحب هو الدكتور الفنان، لأن الدكتور هو من علم الفنان، الله. وبالتالي يبقى ويظل المعلم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل أوان. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم أخلاقهم ذهبوا. ذهب. احترام المعلم واجب. وأيضا ما يقدمه الفنان، وأنا أحمل الصفتان الدكتور والفنان، ولكن ما يقدمه الفنان من فن راقي يساهم في الرقي بالذوق، يساهم في الأخلاقيات. شفنا مسلسلات، شفنا حضرتك مسلسلات يوميات ونيس نعم. كانت بتربي الله. الأطفال نعم. على الأخلاق نعم. والمبادئ نعم. والصدق الفن وعدم الراقي الكذب. ده الفن الراقي. الفن الراقي نعم. الهادف نعم. اللي بيحقق حاجة اسمها يساعد في التنمية المستدامة. لأن في التنمية المستدامة، وده مصطلح مهم جدا ومتداول، احنا مش بنبص تحت رجلينا، احنا بنشوف حقوق الأجيال الحالية اللي على وش الأرض، نعم. مع عدم إهمال حقوق الأجيال المستقبلية اللي هم أولادنا وأحفادنا. ولذلك الدكتور يسبق الفنان. أشكرك جدا، ما عنديش كلام تاني أقوله بعد اللي أنت قلته. أشكرك جدا. شكرا جزيلا، شكرا. سعدت وشرفت بوجودي مع حضرتك. شكرا جدا ليك. شكرا يا دكتور.